الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. صح؟ إلى هنا وصلنا. أيوة. وتقدم معنا أن في هذين البيتين إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وإثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وكذلك إثبات الميزان الذي توزن فيه صحائف الأعمال والأعمال، وكذلك العامل، وكذلك فيه إثبات الميزان وأن له كفتين، للميزان كفتين أو كفتين ولسان. والحوض الذي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود الذي ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، والذي يشرب منه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ابتدع وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرد عن الحوض ويذاد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا. قال فيقول فأقول سحقا سحقا كل من غير وبدل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الصراط، هكذا صح، يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. وكذا الصراط يمد على متن جهنم، يمر الناس على هذا الصراط لكي يصلوا إلى الجنة، لا بد أن يمر الناس عليه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي المرور، المراد به المرور على الصراط، فيمر الناس على حسب أعمالهم، منهم من يمر لمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ضوء عندما يأتي المطر في السحب يأتي ضوء في الليل، صح، ثم يذهب سريع يمر. ومنهم من يمر كأجاويد، أو منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل التي تجري سريع. ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم، جهنم اسم من أسماء النار، يمد فوق جهنم. وجاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم. فمسلم ناج، وجاء في بعض النسخ فموحد ناج، والذي ينجو هو المسلم الموحد، هو المسلم الموحد. وآخر مهمل، وفي بعض النسخ وآخر يهمل، وهذا المشرك غير الموحد، فإنه لا ينجو من الصراط، بل يكب على وجهه في النار. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. والنار يصلاها الشقي، نعم، قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والنار يصلاها الشقي بحكمة، الشقي هو الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر باتباع والخبر من الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع به رأسا ولم يأتمر، بل ترك الأمر وارتكب النهي، بل
ترك الأمر وارتكب النهي، خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزدجر، فهذا هو الشقي. والنار يصلاها الشقي بحكمة من الله لا بظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. فالشقي يدخل إلى النار بحكمة لا بظلم من الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد بين له طريق، يعني طريق الهداية وطريق الغواية، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي طريق الحق وطريق الضلال، فاختار هو طريق الضلال، ولم يختر طريق الجنة وطريق الهداية. وهذا هو الذي أبى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يأبى بعد البيان، بعدما يبين له، ويعني بعدما يبين له طريق الهداية ويبين له طريق الغواية، فيختار طريق الغواية وطريق الضلالة، فهذا لا يلوم إلا نفسه. فالنار يصلاها الشقي بحكمة من الله عز وجل وعدل من الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. تقي ومن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بقيامه بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا هو التقي، من جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، فهذا يدخل إلى الجنة. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، يعني برحمة الله بعد رحمة الله عز وجل. فالناس في يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير، لا ثالث لهما، ما في هناك فريق ثالث، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما يعني الذين يعني أصحاب الكبائر والمعاصي الذين يعذبون وهم موحدون في النار، فمآلهم يكون إلى الجنة، يعني هم من أهل الجنة، المآل الأخير يكون إلى الجنة، يعذبهم الله عز وجل على قدر أعمالهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلهم الله عز وجل إلى الجنة. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. لكل حي، حياة الذي ما زال في الحياة الدنيا، عاقل، ولكل حي عاقل مكلف، عاقل الذي يعقل. ولكل حي عاقل في قبره، أي في القبر بعد الموت، بعد ما يموت. هو كان في الدنيا عاقل مكلف، الدنيا حي عاقل مكلف، ثم إذا مات في القبر يصحبه العمل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك، أي في قبره. العمل هو الذي يقارن العبد ويجلس معه ويكون جليسه في قبره. فإن كان صالحا، إن كان العمل صالحا، أتاه بصورة شاب حسن الوجه حسن المنظر طيب الريح، فيجلس عنده فيقول ذلك يعني العبد: من أنت؟ فوجهه الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العمل سيئا فيأتيه بوجه قبيح، يعني كريه المنظر، كريه الرائحة، منتن الرائحة، فيقول له ذلك العبد: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك
السيء، ويبقى معه إلى يوم القيامة، إلى البعث والنشور. يكون جليسه في القبر وأنيسه إن كان عمله صالح، ويكون يعني أيضا معه في القبر ومستوحشه الذي يعني رائحته ليست طيبة ومنظره ليس يعني منظره قبيح إذا كان عمله السيء. فالعاقل هو الذي يسعى لأن يكون صاحبه وجليسه في قبره، يكون صاحبه وجليسه في قبره طيب الريح طيب المنظر، وذلك لا يكون إلا بالعمل الصالح. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح ولعمل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يجنبنا العمل السيء. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي يسأل العبد في قبره، يسأل العبد في قبره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وأتموا عليه القبر ثم يعني وإن العبد ليسمع قرع نعالهم، ما زال يعني الذين يعني دفنوه يسمع قرع نعالهم وهم يذهبون، يسمع قرع نعالهم أي النعل، عرفتم النعل؟ أيوة، فيعني الصندل يسمع قرع نعالهم ثم يأتيه ملكان ويقعدانه يجلسانه. هذه حياة برزخية لا نعلم، لا نقول يعني سنحفر القبر ننظر هل جلس في القبر، هذه حياة برزخية ما ترى. مفهوم؟ قد يقول بعض هؤلاء يعني جهال ذا يقول: نحن حفرنا القبر بعد يعني ذهابهم، قد بعضهم والعياذ بالله ينظر يريد أن يعني يتأكد، يحفر ينظر ما زال الميت ممتد، كيف يجلس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس. هذا برزخية لا ترى. فالذي في البحر أيضا يرمى في البحر يسأل، الذي يحرق بالنار ويذر يسأل، هل يقيم الرماد يقيم؟ نحن ما نرى. هذه حياة برزخية. هذا من الإيمان بالغيب، من الأمور التي هي الغيبية التي نؤمن بها ونصدق. أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن. هذا هو التصديق، هذا هو المؤمن الذي يتميز عن غيره. المؤمن الصادق هو الذي يؤمن بالغيب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، أول شيء يؤمنون بالغيب. هذا هو المؤمن الحق الصادق، يؤمن بالأمور الغيبية التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، وكذلك أخبر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هذا، أنه يأتيه ملكان وهو يسمع قرع نعال الذين دفنوه، ثم يقيمان يجلسانه يقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأسئلة، أسئلة القبر. فأما المؤمن المسلم فيقول: ربي الله وديني الإسلام، فيقال له: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام وهذا الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة مطرقة، عرفتم، من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. فلذلك الإنس والجن لا يسمعون مما يحصل في القبور، أما غيرهم من الحيوانات فتسمع، أما غيرهم من المخلوقات فتسمع. ولذلك لكي يعني لا يعني يموت الناس، ربما إذا سمعوا هذه الصيحة مات الناس بسبب هذه الصيحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تدافنوا لا يعني أسمعتكم أو لا سألت ربي أن يسمعكم عذاب القبر، وبما معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. فهذا ما بعد الموت من الأمور الغيبية نؤمن بها. كيف؟ قد يقول قائل: يعني نحن نحفر القبر ما نجد أحد يجلس بجنب الميت. هذا أمور غيبية، هذه أمور غيبية نؤمن بها. فيأتيه العمل الصالح ويجلس عنده وهو طيب الرائحة طيب المنظر ويكون جليسه.
فيسأل العبد، قلنا هذه الأسئلة عمل هناك يقارنه هناك ويسأل. فإن المؤمن أجاب فيقول ربي صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره، يوسع القبر مد البصر. كيف؟ هذا من الأمور الغيبية نؤمن أنه. وأما الكافر والمنافق فيقول الله كذب عبدي فأفرشوه من النار، يكون فراشه نار، وافتحوا له يعني بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني تختلف كأنها تتكسر أضلاعه، تختلف أي تتكسر أضلاعه، يعني تخرج من مكانها حتى تختلف أضلاعه. نعوذ بالله من عذاب القبر. وقد يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نتعوذ من عذاب القبر، صح؟ في كل صلاة بعد التحيات هذا الدعاء واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم التحيات فليستعذ بالله من 4، هكذا قرأ أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربعة الصحيح أنها واجب، الدعاء واجب في بعد يعني التحيات قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا هو الشاهد، يتعوذ العبد من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا اعتقاد، أي هذا الذي ذكرته، يقول شيخ الإسلام هذا الذي ذكرته من الاعتقاد من أن القرآن كلام الله، وأن المؤمن يجب عليه أن يتمسك بالقرآن والسنة، وأن هذه آيات الصفات نمرها نثبتها ونثبت معناها الذي يعني هو معروف، ويعني معناه في اللغة معنى السميع معروف، السميع البصير. لله عز وجل يعني لله عز وجل يدين، ونثبت الوجه، لله عز وجل الوجه معروف المعنى، لكن لا نثبت الكيفية، الله أعلم بالكيفية. فهذه الذي ذكره يعني شيخ الإسلام في هذه الأبيات حب الصحابة، أننا نحب الصحابة، وأننا نفضل بعض الصحابة على بعض فأفضلهم أبو بكر، ثم كما تقدم معنا، وكذلك أن المؤمنين يرون الله عز وجل والميزان والحوض والصراط. قال هذا اعتقاد الشافعي، اعتقاد الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، ولم يرتبهم الناظم، لم يرتبهم بسبب النظم، فيعني قال هذا اعتقاد الشافعي. الشافعي هو في المرتب في الترتيب هو الثالث، هذا اعتقاد الشافعي، ومالك هو الثاني، وأبي حنيفة هو الأول، وأحمد هو الرابع. فأول الأئمة يعني زمانه في الزمان هو أبو حنيفة، ثم بعده مالك، ثم بعد يعني الإمام مالك الإمام الشافعي. فالإمام يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يعني ولد في سنة 80 من الهجرة، وتوفي في سنة 150، يعني كم عاش؟ كم؟ 70 سنة، 80 إلى 120 و50، إذن 70 سنة. وأما الإمام مالك فولد في عام 93 من الهجرة، ولد في عام 93 من الهجرة، وتوفي سنة 1079. إذن كم عمره؟ 700.
ثم 79 سنة، كم سيكون؟ 86 سنة. 86 سنة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فولد في سنة 1150 هجرية، في السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي، وتوفي في عام 204 هجرية. عاش كم الإمام الشافعي؟ 54 سنة، ومع ذلك ترك علما كثيرا جميع الأئمة، لكن الإمام الشافعي مذهبه أوسع ومؤلفاته يعني كثيرة، فالذي يقرأ في يعني مؤلفات الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي يظن أنه عاش 1000 سنة، وهو ما عاش إلا 54 سنة، ولكن بركة جعل الله عز وجل البركة في علمه، فالعبرة بالبركة، العبرة بالبركة. وكثير من يعني هناك كثير أيضا من العلماء من عاش قليلا ولكنه خلف علما كثيرا، كالإمام النووي. الإمام النووي مات وهو في الثلاثينات، عمره في الثلاثينات، يعني 35 سنة أو 33 سنة مات وعمره. وانظر كم مؤلفاته، مسلم وغيرها من يعني المؤلفات، رياض الصالحين، 40 نووية، وغيرها من أيضا المؤلفات والشروحات. فالعبرة بالبركة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وعلمنا وأعمالنا، نسأل الله عز وجل البركة في كل شيء. فالإمام أبو حنيفة هو الأول، ولد عام 80 هجرية وتوفي عام 150 هجرية. ثم الإمام مالك ولد عام 93 هجرية وتوفي عام 1179 هجرية. ثم الإمام الشافعي ولد عام 150 هجرية وتوفي عام 204 هجرية. ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ذلك أظنه ولد في يعني عام 170 هجرية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولد في عام 170 أظن، والله أعلم، هكذا 170 هجرية أو 170 هجرية، نعم، حوالي 170 هجرية. فهؤلاء هم الأئمة على هذا الترتيب الزمني: الإمام أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. والإمام يعني الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، والإمام أحمد هو تلميذ الإمام الشافعي. أما مالك لم يكن يعني تلميذ الإمام أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة كان في يعني العراق، والإمام مالك كان في المدينة. الإمام مالك كان في المدينة. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن يعني ينقل عنهم، هذا اعتقادهم، نقل عنهم، هذا هو الاعتقاد الذي ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة باختصار. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. إن اتبعت سبيلهم فموفق، وهذا هو طريق السلف، وهذا هو اتباع السلف. هذا من علامات التوفيق، أن يوفق الله العبد لاتباع منهج السلف واعتقاد السلف وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا منهج السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء يعني السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله، كانوا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع طريق السلف فقد وفق لطريق الحق، أن طريق السلف هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ابتدعت، اخترعت، جئت بشيء لم يأتي به السلف، كما يأتي به المبتدعة، ويعني في باب الأسماء والصفات وفي غيرها.
من باب الأسماء والصفات، كمن يعني كالمعتزلة وغيرهم. والآن يعني هؤلاء الأشاعرة في هذا الزمان كثير لا كثرهم الله، الذين يقولون المعتزلة والأشاعرة يقولون أن الله ليس يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. أين هو الله؟ يقول الله ليس في مكان. أو يقول مثل هؤلاء يعني الصوفية والأشاعرة يقولون الله في كل مكان، والعياذ بالله، سبحان الله عما يصفون، يتنزه الله عن ذلك. فالله في السماء على العرش استوى كما أثبت لنفسه. الله في العلو، أأمنتم من في السماء، من في العلو ومن فوق السماء، ثم استوى على العرش. الله عز وجل أثبت ذلك، وهم لا يثبتون هذه يعني الصفات، ولا يثبتون يعني يعتقدون بهذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة. فهؤلاء يعني متروكون مطروحون، وإن ابتدعت فما عليك معول، أي لا يعول عليك، أنت متروك ومطروح. ونكون قد انتهينا من هذه يعني الأبيات وهذه القصيدة اللامية، ويعني ينبغي أن تحفظ كاملا. ونكتفي بهذا القدر لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.